لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أنها ليست الحرب العالمية الأولى ولا الثانية، إنها الحرب الأهلية السورية، حرب طاحنة دامت إلى أكثر من 11 سنة. سوريا المصنفة قبل الحرب بين الدول الأكثر أماناً كانت تخطو بثقة نحو تحقيق تنمية شاملة في مختلف قطاعاتها، خصوصاً الاقتصادية، قبل أن تبدأ الأحداث وتحيل الاقتصاد السوري إلى مرحلة الانهيار. تحولت الانتفاضة السلمية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد التي اندلعت قبل 11 سنة إلى حرب أهلية واسعة النطاق، وخلف هذا الصراع أكثر من 380 ألف قتيل، وبلغ عدد المعتقلين في السجون أكثر من 220 ألفاً، بينهم 9000 طفل دون سن 18 وحوالي 4500 سيدة، ودمر الكثير من المدن السورية. ومع تطور الأزمة أخذت الانشقاقات في الجيش السوري بالتزايد والتضخم، وفي مطلع شهر أغسطس أعلن عن تأسيس الجيش السوري الحر، وبدأت المواجهات العسكرية على نطاق صغير ومحدود بين قوات النظام وقوات المعارضة، ثم أخذت بالتوسع تدريجيا حتى بدأت تصل مستوى المعارك المباشرة. مع مطلع العام الجديد بدأ استخدام الأسلحة الثقيلة بالتزايد، فدخلت المدفعيات والآليات المصفحة وأصبحت تتعرض الكثير من المدن للقصف المباشر. وفي شهر مارس عام 2012 بدأ استعمال سلاح الجو لأول مرة عبر القصف بالمروحيات القتالية. أما قوات الجيش الحر فقد ازدادت معداتهم تطوراً. عام 2014 شهدت محطات بارزة في الأزمة السورية، من بينها إصرار الرئيس السوري بشار الأسد على إجراء انتخابات رئاسية في يونيو أعطته ولاية في الحكم 7 سنوات جديدة، ورغم اعتراض المعارضة وعدة دول على رأسها الولايات المتحدة، بقي بشار الأسد في منصبه. والتغيير الأكبر الذي حدث في الحرب السورية هو تغلغل تنظيم داعش في مناطق سورية عدة، من بينها تدمر، التي شهدت تنظيم داعش وتدميرهم لمعابدها وتخريبهم لآثارها، وحولوا مسرح تدمر الشهير إلى مسرح للقتل وسفك الدماء. سماء سوريا خلال عام 2015 شهدت ازدحام غير مسبوق للطائرات العسكرية لدول العالم التي تحالفت لضرب داعش، وكان لروسيا اليد العليا في الأرض والجو بعد إشهار تدخلهم بشكل فعال في الحرب بطلب من الحكومة السورية. ضغوطات الحرب دفعت آلاف السوريين للمخاطرة بحياتهم وركوب البحر قاصدين دول أوروبا كطالبين لجوء، في أكبر موجة نزوح عرفها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ومع دخول شهر آذار بدأت فصائل مسلحة مختلفة إعلان اتفاقها مع الحكومة على وقف إطلاق النار والانسحاب لرافضي الاتفاق إلى الشمال السوري، ومن ثم سيطرة النظام السوري على غالبية المناطق في سوريا. وبعدما عاش السوريون فرحة انتهاء الحرب، دخلت سوريا مجددا في حرب اقتصادية. وفي عام 2020 كانت العقوبات الجديدة للقانون الأمريكي المعروف بقيصر هي الأكثر قساوة على الشعب السوري، ليضع الاقتصاد السوري أمام حلقة جديدة من الضغوط بعد انهيار الليرة السورية حتى قبل العقوبات، إلى تدني الوضع المعيشي والإنساني. بدأت أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، لتشهد مختلف المناطق والمحافظات السورية أزمات خدمية ومعيشية خانقة، حيث شلت حركة النقل والمواصلات، وانقطاع التيار الكهربائي الذي يصل في بعض المناطق إلى 23 ساعة في اليوم. نأمل من الله تعالى أن تعود سوريا الأكثر أمانا واستقرار، ورحم الله جميع الشهداء، وكان الله في عون الشعب السوري.